الرحمن الرحيم. يا صباح السعادة عليكم يا حبايب قلبي. يومنا النهاردة كله طاقة ونشاط كده زي ما انتوا شايفين. يا رب دايما يجعل السعادة ما بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده بنصحى من الصبح، فتحي بقى شبابيكك كده، خلي الشمس تدخل. اهم حاجة كده الشمس يا جماعة حلوة جدا ومفيدة. تدخل الشمس ونشغل القرآن بتاعنا، وبعد كده هنشوف اليوم بتاعنا عامل ايه، ننصحي ولادنا ونشوف بقى هنعمل فطار ايه. يعني يومنا النهارده يوم الست الايه، ست البيت كده مش عاوزه اقول لكم الشطر. يعني النهارده بقى كده زي ما انتم شايفين اليوم العادي والروتين بتاع كل يوم اللي بنقوم فيه بنصبح فيه. زي ما انتم شايفين عملنا الفطار بقى، ولادنا بقى موجودين خلاص. بقى بتقومي تشوفي ولادك عاوزين ايه وتفطري ولادك، ربنا يخليهم يا رب ويخلي لكل ام ولادها. ابني بقى بيقول لي اغسل ايدي، قلت له ايوه لازما كده يا جماعه، قبل الاكل تعودي ولادك يغسلوا ايديهم، وطبعا بعد الاكل هم بيغسلوا، بس دايما كده لازما تقولي لابنك قبل الاكل يغسل ايديه. خلصنا بقى فطرنا وشربنا الشاي زي ما انتوا عارفين، يعني يومنا الايه العادي. وبعد كده اول بقى اليوم بيبتدي، يلا بقى نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده اليوم بيبتدي من اول المواعين. انا عندي كده ايه، اليوم بحسه بيبتدي من ساعة ما اقف على الحوض بتاع المواعين ده اللي ما بيتفضش خالص ده. بس الحمد لله دايما كده خليكي متفائلة، والحمد لله اللهم لك الحمد. الواحد كده دايما بيحس نفسه متفائل، وتفائلي بالخير كده دايما هتلاقيه. والله العظيم تفائلي بالخير كده هتلاقيه كده على طول، انت في خير وادي نفسك كده سعادة وطاقة ايجابية. يعني حسسي نفسك كده وسعيدي نفسك بنفسك. الست يا جماعة، الست البيت دي والله العظيم بتتعب. يعني ست البيت دي مدرسة دايما كده بتلاقيها متنوعة. يعني تلاقيها في المطبخ كده تحس ان هي شيف، وتلاقيها مع اولادها بتبقى مدرسة يا عين وعمالة تذاكر لاولادها. وبعد كده تلاقيها في البيت ست البيت اللي وراها كل حاجة. بس اللهم لك الحمد، بتحسي ان انت كده مبسوطة وبتعملي انجاز. يعني لما بتلاقي نفسك كده منظمة بيتك ومراعية ربنا في ولادك وفي جوزك، وبتحسي ان انت نجحتي ايا كان بقى، انت ما بتشتغليش او ست بيت، او حتى لو انت في شغل وموظفة، بتحسي ان انت ما بتعملي اي حاجة فبتحسي انك نجحتي وحاسة بروحة كده وبرضا. ربنا يرضى علينا جميعا يا رب العالمين، يا رب ويبارك لنا في ولادنا جميعا. انتوا عارفين طبعا كده المواعين اول حاجة بنعملها. وبعد كده النهاردة عندنا روتين جامد جدا. هننزل بقى النهاردة عند الطيور نكنس كده النهاردة وننظف ونشوف ايه ورانا. يعني ما تبخليش كده، كل ما تلاقي بيتك محتاجك في اي حاجة ايا كان هي ايه اعمليها، ما تستنيش اي حاجة. اعملي مادام ربنا يدينا الصحة جميعا يا رب. تعملي كده وتنظفي بيتك وتشوفي لوازمه عاوزة ايه وتعملي كل حاجة، هتلاقي نفسك كده مبسوطة وسعيدة. اهم حاجه بقى المواعين اهي. خلاص كده خلصنا المواعين بتاعتنا وننضف مطبخنا الاول. احنا كده خلاص فطرنا، وولادي بقى اللي راح الدرس راح، واللي هيلعب بقى انتوا عارفين ولاد صغيرين. خلص مطبخي ونضف الاول كل حاجه عندي، وبعد كده بقى ايه بشوف ايه اللي ورايا تاني. قلت بقى اما اخد السلم ده كده وانا نازله، لقيته بقى زي ما انتوا عارفين احنا في ارياف، والسلم بتاعنا ده عاوز ينكنس كل ساعه. ولادي طالعين نازلين والدنيا بتبقى ايه على طول كده بايظه. فقلت اما اخده كده معايا وانا نازله. شويه تنظيفات النهارده بقى كده ونزلي بقى كده ايه، قلت انزل عند الطيور اقعد في الشمسيه شويه، او ايه انضف عندهم. بس اما نخلص بس الاول كده وناخد الكنيس بتاعنا ده. المهم دايما كده يا جماعة، دايما دايما خليكي كده متفائلة خير، خليكي متفائلة خير. وانت هتحسي ان انت ما بتعمليش حاجة، هتحسي ان ده كله حاجات تافهة وبسيطة، ومش تقولي بقى ده انا كل يوم اللي بقوم فيه بصبح فيه. لا، هي دي حياتنا نحمد ربنا عليها. غيرنا مش يعني بيحس ان الحاجة ديت مفتقدها. والله العظيم لما تحسي ان انت كده كل حاجة عليكي، دي حاجة حلوة. دي حاجة ان انت ملزمة بكل حاجة، او وراكي اهتمامات او وراكي مسؤوليات، دي في حد ذاتها كده حاجة حلوة. وبعدين احنا النهاردة كده خلاص
اهم حاجه نبطل رغي بقى، بطل رغي، هتقولوا عليا رغايه. خلصت بقى يومي زي ما انتوا شايفين كده، مش لسه ما خلصناش اليوم، احنا لسه بقى بنكنس اهوت، يعني يعتبر كده في اول النهار. ابني بقى عمال يكلمني وانا ايه مش فاضيه، يا ابني سيبني بكنس بقى، الله يخليك سيبني، خليني اشوف ايه اللي ورايا. شايفين البطتين القمر دول؟ عسل والله. قلت بقى انضف بقى زي ما انتوا شايفين كده عند الطيور. الواحده مننا يا جماعه وهي مخطوبه تلاقيها كده في جو لفلفه كده وحب وحاجات جميله، تقول لا ده انا هتجوز بقى، هعيش العشق الممنوع يا جماعه. والله هو بعينه العشق الممنوع. شايفين ما شاء الله، يعني الحمد لله. ما تقصريش، اهم حاجه ما تقصريش. دلوقتي بقى قلت اما انضف بقى عند الطيور واطلع بقى الست البيت بقى اللي جوايا كده، حماتي واقفه لازم أنا اعرفها ان انا شاطره، اعرفها ان انا شاطره كده وابهرها، اخليها تقول ده مرات ابني دي، لا ده شاطره وبتكنس اهي وبتشيل الميه وبتعمل كل حاجه. والله يا جماعه الواحد ما يستخسرش نفسه بصراحه لما يكون ايه عاوز يعمل اي حاجه كده، تنضفي تكنسي تشيلي تحطي. ربنا يدينا الصحه جميعا يا رب، اللهم امين. بنضف بقى انتوا عارفين شايفين، يعني مش البت بقى الشاطره اللي هي ست البيت بقى، البطتين راحوا فين؟ خافوا مني. هلم بقى كل كده واظبط الدنيا كده عندي. لا بقت تمام، ده انت شاطره، بقت تمام كده الحمد لله. لا هنضف بقى، اشيل دي. هتعملي ايه تاني؟ لا لا كده كتير، كده كتير بصراحه، لا لا كده كتير ما شاء الله عليه. والله يا جماعه انا ست فلاحه اصيله، يعني انا دلوقتي كده ما شاء الله اهو بفحت اهو. شايفين ما شاء الله، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. الحته دي عشان تحتها ميه لازم تنضفيها، ما تسيبهاش كده علشان الشمس تنشفها. فقلت هشد بقى بالفاس، وبعدين ايه اعبي بقى الطينه دي كلها كده زي ما انتوا شايفين، واركنها كده وانضف الحته علشان الشمس ايه لما تشوفها الشمس تنشفها، يعني كده الشمس تنشف بقى الحته، ما سيبهاش كده طريه. لو سيبتها طريه هتبص تلاقي الحته دي عملت بقى فضلت طريه كده ومش هتنشف. ما شاء الله الدنيا والله لسه بخير يا جماعه. شايفين الله اكبر اللهم بارك. جايبين الفراخ دي زي ما انتوا شايفينها كده، الفرخه دي ب40 جنيه، يعني الدنيا لسه بخير، والله الدنيا لسه بخير. انا مبسوطه بيهم قوي ازاي، ما شاء الله عليهم. ذبحتهم بقى، كنت عاوزه اسيبهم كده يبيضوا مش راضين يبيضوا، فقلت لا يا بنت تذبحيهم بقى كده عشان ايه نعمل محشي. وبعدين رحت جايه ذبحاهم كلهم، ورحت جايه ايه زي ما انتوا شايفين كده منضفاهم، وقلت اما انضفهم وهنقعهم بقى بليمون كده وبملح ونظبط بقى ايه الدنيا. كان نفسي قوي يبيضوا بصراحة، يعني الفراخ دي يعني قلت كده هاخد منهم كل يوم بيض واريح نفسي بقى من الفطار او من العشاء، كل اللي يجوع ينزل يدور له على بيضة وخلاص ويعملها. بس بصراحة بقى سدوا نفسي، ما لقيتش، سبتهم يوم والتاني مش راضيين ايه يبيضوا، قلت ممكن يكونوا ديوك، فقلت لا يلا بقى نذبحهم وبعدين ايه نعمل عليهم محشي احسن. زي ما انتوا شايفين كده بقى مسكناهم ذبحناهم ونضفناهم، وقلت بقى امسكهم مدعكهم كده اغسلهم الاول، وبعد كده هنقعهم بقى ايه بملح وليمون، واسيبهم بقى كده منقوعين لحد ما ايه ساعتين 3 كده، وبعد كده بكيسهم واحطهم بقى في الفريزر. خلصنا يومنا النهارده كده، كان كله نشاط وحيوية زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون يومنا النهارده عجبكم، ويكون كده كان خفيف عليكم، واتمنى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. ولو بتتفرج عليا لحد اخر الفيديو كده ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه وتعملي لي اللايك، فضلا منك وليس امرا. مع السلامه.